في خلال فيديو النهارده هنحكي الجزء التاني من كوميكس كانج داينستي، وفي حالة ان انت مشوفتش الجزء الاول فهتلاقيه موجود فوق في علامة الاي اللي موجودة على اليمين او على الشمال. اتفرج الاول على الجزء الاول وبعد كده تعالى اتفرج على الجزء التاني. وبالنسبة للناس اللي سألت دول هيكونوا كام فيديو، فهم احتمال يكونوا 4 أو 5. هيبقى كله معتمد على اني اقدم لك الشخصيات الجديدة اللي انت متعرفهاش، وفي نفس الوقت برضه على حسب الاحداث اللي هي ملهاش لازمة. فطبعا كل ده هيتشال وهيخليني اعمله يا اما 5 أو 4 فيديوهات بالكتير. وقبل بداية الفيديو يا ريت تنزل تحت تشترك في القناة وتفعل زر الاشعارات على الكل عشان يوصلك كل الاشعارات الجديدة اول باول، وحط لايك على الفيديو. ويلا خلونا نبدا. بنروح لكوكب الارض في القرن ال40، وبنشوف في ناس كتير جدا قاعده بتهتف باسم كانج، ودول كلهم هم من الجنود اللي هو عينهم من الرساله اللي هو نشرها في خلال الجزء الاول. وكانج بيقول لابنه اللي هو سكارلت سنتريون قد ايه هو احساس حلو سواء دور القياده او ولاء الجيش ليا. يوما ما يا ابني هتكون الساحه مفتوحه وفاضيه وعمليه وملهاش اسم رسمي، بالرغم انها بتتذكر من الاف من العوالم، واسمها هيكون المتوسطه بين العوالم او الكون المركزي للحكومه الخاصه بكانج ذا كونكرر. وبعد كده بنلاقي الجنود وهم واقفين بره القلعه بتاعته، وكانج بيقول له عمود الفتوحات بتاعي بيوضح العوالم الخاصه بالامبراطوريه بتاعتي. العوالم كتيره وبتتغير صورها بلا نهايه، دلوقتي هي واسعه وكبيره يا ماركوس، لكن هتفضل تتوسع اكتر واكتر على وجودك كابني ووريثي. لسنوات كتير انا عانيت ضد مصيري، واي شيء كان مقدر ليا بالنسبه لي ما كنتش اقدر اغيره. عانيت من ان انا اكون خالد عبر الزمن، وفي نفس الوقت كنت بفكر في الزمن الحاضر، ولكن شفت المستقبل بالنسبه لي زي اللعنه. دلوقتي انا حر من فكره القدر الغبيه، وحولت نفسي وافكاري للمستقبل، وشكلت سلاله اقدر الاقيها وهم هيبقوا تحت سيطرتك. وبيظهر مشهد تاني للحرس وهم تحت القلعه بتاعت كانج، وبيكمل كلامه وبيقول له انت يا ماركوس اثبتت لي ان انت هتقدر تكون محارب وقائد كويس، واكتسبت الاحترام والعبوديه من شعبي وجيشي، وبقيت بصفه ملازم اول ليا. انت بذلت مجهود كويس، وده حلو ان انا يبقى عندي عيله وابن وريث في السلطه. وماركوس بيرد عليه طب برضه مش امي هتكون هي الامبراطوره؟ وكانج بيغضب عليه وبيقول له ما تفكرش كتير في الستات يا ماركوس، او حتى كمان ان انت تحاول ترضيهم، دول عباره عن الهاء وضعف. في فرق ان انت تشتغل يا اما زي الجنود او زي الامهات. انا عرفتك من يوم ميلادك، امك تم اختيارها من بين ستات كتير، كان في منهم الاميرات وفي منهم العالمات وفي منها الرياضيين، وكان في ستات كتير جدا وكانوا من احسن الستات الموجودين في الامبراطوريه بتاعتي. ولما بقى في توافق بينا هي الوحيده اللي كانت عارفه كل شيء خاص بيا، وحتى كمان غرفي الخاصه. وبنشوف ام ماركوس بتقول لكانج سيدي كانج، وهو بيقول لها انا مش عايز اسمعك، انت قربي بس وانت ساكته. وكانج بيقول لماركوس ان هي رجعت 25 سنه للماضي عشان تقدر ان هي تولدك في كوكب منعزل، وانا كنت بزورك كل 15 يوم عشان اشرف عليك بنفسي وادربك، واقدر برضو ان انا اربيك. الموضوع خد مني شهر من وقتي عشان اقدر اشوفك بتكبر من طفل ضعيف لشخص موهوب وجندي ماهر تتفوق على كل معلمينك. كان ممتع بالنسبه لي ان انا اشوف اخر تمرين ليك. وبنرجع تاني لفرجينيا في البنتاجون، وبنشوف انه في جندي بيستقبل فريق الافنجرز وبيشكرهم على انهم جم، وبعد كده بيقول لهم ان انا قريت شويه عن اللي انت عملته يا كابتن امريكا، وهنا هو قصده على المشكله اللي حصلت في خلال سيبيريا. بيرد عليه ستيف العفو، بس الفريق بتاعنا هيتعافى بسرعه، وكوك سيلفر مازال ان هو شغال معانا، فما تقلقش حتى مع اصابتي انا موجود معاكم. ليه ما نبداش نتكلم في الشغل؟ وبيرد عليه الجندي تمام، احنا كنا عايزين نتكلم بس شويه عن كانج، لانه المجنون ده اعلن الحرب على كل دوله، وغير كده هو مختار الدوله اللي هي متحضره اللي موجوده على الارض. وبعد الهجوم اللي حصل على مبنى الامم المتحده واضح ان هو بيجهز نفسه عشان يستولي على الحكم، وكمان برضه يحتل الدوله. ومفيش داعي ان انا اقول ان هو الرئيس بنفسه مهتم يفهم الموقف اللي احنا فيه كناتو وكأمم متحده واكتر. الوضع بقى خطير جدا، وخصوصا دلوقتي في اوروبا، وزي ما انتم شايفين واضح قدامكم ان هو دلوقتي في تحصينات قاعده بتحصل في باريس وفرنسا واوروبا كلها. كل الدول دي امريكا قاعده بتساعدهم بالجنود بتاعتهم، واللي هم على اعلى مستوى من الاحتراف ومتدربين كويس جدا عندنا. ولكن على الرغم من الاستعدادات فرنسا ما زالت ما عندهاش اي فكره الهجوم هيجي منين، او حتى كمان ازاي ان هم يقدروا يقفوا ضده. احنا لازم نكون مركزين جدا باحسن الطرق اللي عندنا عشان نبقى على الاقل متوقعين ايه اللي هو ممكن يعمله. ولكن المشكله ان هو في فوضى من بعد الاعلان العالمي اللي هو عمله، كان في انتفاضات واعمال شغب كتير، ولاجئين ومواطنين فرنسا انقلبوا بقوا اشرار عشان توسيع قاعده كانج. البلد اجزاء منها تم احتلالها، وده ادانا وقت قليل جدا عشان نستعد للهجوم. وجانت بترد عليه وده بالظبط اللي كانج عاوزه. وبيكمل ستيف كل ده ولسه في مرحله البدايه، وهو عرفنا ان هو هيهاجم فرنسا الاول وكذلك امريكا، ومهما حصل حتى كمان لو هم عندهم الجراءه او كانوا جاهزين، في الحالتين هو كده كده هيحتلهم، وبعد كده يرمينا وسط الفوضى عشان يمنع اي تحضر ان هو يحصل. هو من الاخر عاوز انتصار مبكر، مش مجرد ان هو يبني مركز خاص بيه، وهو بيحاول يوشوش ويستولي على العالم كله.
وهو بيحاول يمثل على ان في خطر جاي، وهو بالنسبه لنا الامل الوحيد لمنعه، وبيمثل على انه بيعرفنا ايه اللي هو هيعمله عشان يمنع الخطر اللي جاي، واحنا بالنسبه له ضعاف. بيرد الجنرال بالظبط، وعشان كده احنا مش عايزين ان هو يحقق الهدف بتاعه، احنا لازم ان احنا نرجعه مكانه اللي هو جه منه، نضربه لحد الموت، لازم نعرفه ان هي الارض تقدر تواجه اكتر من ملايين الارواح. ولكن وسط الكلام بتاعه بنشوف ان الثور بيسيبه ويمشي، ولكن فاير بيرد بتقول لهم كملوا كلامكم وانا هروح وراه. وبنرجع تاني على قصر الافنجرز اللي موجود في منهاتن، وتوني ستارك بيقول لواندا معلش انا مكنتش قادر ان انا اتكلم، بس انا الحكومه مشغلاني معاها من غير راحه، انا اشتغلت جامد جدا على اني اشوف ازاي اقدر افك درع الحمايه بتاع سفينه كانج، ويمكن دلوقتي انا معايا شويه وقت اقدر انام فيهم واستريح شويه من ان انا البس بدله ايرون مان تاني. وبترد عليه واندا ما تقلقش يا توني، احنا معانا دلوقتي اعضاء شغالين في الافنجرز على نفس المشكله دي، انا اعرف ستيف وجانيت، معلش في مكالمه تانية. وبتكلم بعدها القائد العسكري الخاص بالديفياند واللي هو في الكوميكس اسمه كرو، وبتقول له مساء الخير، معاك سكارلت ويتش، هل فعلا بياناتك هي دي؟ وبيرد عليها ايوه انا كرو امير الحروب للديفياند، ودي مكالمه رسميه وشكرا ليكي ان انتوا رجعتوا لينا الرجاله متمردين من الشعب. وبترد عليه ايوه العفو، وبعد كده هو بيشكرها، وبعد كده بتتقفل المكالمه، وبنلاقي انه في حد بيبقى موجود بره ورا واندا، وبنعرف ان هو هانك بيم، وبالفعل هو اتعافى وكمان لابس برضه البدله بتاعت اليلو جاكيت، وبيفضلوا يحكوا لبعض شويه ذكريات ويشكروا في بعضهم. وبعد شويه بنروح للطابق العلوي في القصر بتاع الافنجرز، وبنشوف جوناثان هارت المعروف باسم جاك اوف هارتس اتحول للشكل البشري لمده ساعتين و20 دقيقه، وطبعا خرج من الآلة ولبس الهدوم ثم خرج بره الغرفه بتاعته، وبيبقى بالنسبه له الاحساس غريب ان هو قلع البدله بتاعته ولبس مجرد هدوم عاديه، وبيقابل ترياسلون وبيعرفوا ان هو خد وقت طويل في قلع البدله، ولكن بيقولوا ان هم دلوقتي جاهزين عشان يقدروا يخرجوا. ولكن بتقابلهم كارول وبتقول لهم انا عايزاكم بس دقيقه، ولما بيسالوا ليه هي بترد عليهم وبتقول ان هي بس عايزه تتكلم معاهم شويه عن الموضوع بتاع التفاهم الثلاثي. وفي الكوميكس التفاهم الثلاثي هو ده يعتبر حركه كان هدفها تعظيم امكانيات الانسان البشري، ولكن بعد فتره هي اتفضحت على انها كان ليها علاقه بالجنس الفضائي. ثم بتقول انا حبيت ان انا اخلي الموضوع بعيد عن الفريق ويكون كلام بينا ككلام غير رسمي، ما تعرفوا انت يا فيجن احنا اتعلمنا ايه. وفيجن بيقول احنا عارفين ان هي فاير بيرد وجاستس الاتنين دول تحت الحمايه، وهم الاتنين وافقوا على الاتفاقيه كخدمه لتوني ستارك خارج موضوع الفريق، وحتى كمان بعد اجازه الغياب اللي هم خدوها بعتوا لنا تقرير برضو عن فوتون، وفوتون دي اللي هي مونيكا رامبو، وعرفونا في خلال التقرير ان هي منظمه الترينيوس بتجند اتباع ضد اي تنبؤات لخطر من الفضاء، وبنوا سفينه فضائيه عشان يشتبكوا مع العدو. وكارول بترد جاستس وفاير بيرد الاتنين بيشتغلوا على قد ما يقدروا، لكن هم ما زالوا صغيرين وما عندهمش اي خبره كافيه في مجال التجسس، واعتقد ان احنا عايزين حد تاني، شخص ما يكون فاهم الموضوع من الصفر. وترياسلون بيرد استني بس انا عايزك ان انت تفتكري ان انا واحد من المنظمه دي، انا موافق على المبادئ وما اظنش ان هو ده صح. وهي بترد عليه وبتقول له قول لي انت كان معاك الترددات الاوليه الخاصه للافنجرز، طب انت جبتها منين؟ وهو بيرد عليها من منظمه تريونس. وهي بتقول له يعني انت ما كنتش قلقان على المعلومات دي؟ هل انت فاكره الموضوع كان مفتوح للكل؟ هل انت اتواصلت مع 3 دي مان؟ وهو ساعتها بيقلق من الرد، وهي بتقول له انا مش بقول ان هم الاشرار، انا عاوزه بس ارد على الاسئله دي عشان نبقى كلنا عارفين الاجابات، انا كنت في الفرقه الجويه برضو، وكل اللي بقوله خلينا نكتشف الحقيقه سواء الناس دي ناس كويسه ولا لا، فكده كده هم هياخدوا شويه خبره. وبننتقل بعد كده لواشنطن، وبنشوف ثور وفاير بيرد بتساله عن ايه السبب اللي خلاه ان هو يمشي، ايه اللي حصل بالظبط، وهو بيقول لها مفيش اي حاجه حصلت، انا بس كنت عايز اوقف كل ده عشان اركز على اشعه الشمس وهي بتغيب اللي هو الوقت بتاع الغروب، ودلوقتي سيبيني لوحدي بس لو سمحتي، عاوز اكون مع نفسي على انفراد شويه. وهي بترد عليه خروجك وسط الكلام ده ليه علاقه باللي قاعد بيحصل في روسيا صح؟ احنا وانا عاوزين نعرف بس لو نقدر نساعد، انا حتى كمان لو اقدر اساعدك. والثور ساعتها بيقاطعها وبيقول لها يا ست انا قلت اللي عندي. وبنرجع تاني لقصر الافنجرز، وبنشوفهم في النهايه ان هم بيتفقوا على ان كارل وفيجن الاتنين هيخرجوا معاهم، وبالفعل بنشوف ان فيجن بيتحول للهيئه البشريه، وفي نفس الوقت بنشوف ان كويك سيلفر بيبقى قاعد بيبص عليهم من السطح، وجارفيس بيجيله وبيقول له انا جبت شويه وجبات خفيفه، وبيحصل بينهم شويه كلام، وبعد كده بنلاقي كويك سيلفر بيتكلم عن الماضي بتاعه واللي من ضمنه ان هو فشل كزوج، وطبعا في شويه تفاصيل تانية لكن احنا هنقطعها وهنروح على واشنطن. وبنشوف في البنتاجون ان جانيت بتقول جيش اتوما مرجعش تاني، واللي احنا عرفناه على حسب المعلومات اللي هي وصلت لينا ان هو الجيش ده بيواجه مشكله مع الامير نيمور. وجنرال بيرد يا ريت بس احنا كنا نفسنا ان هم الافنجرز يقضوا على كانج وينتهي بالكامل الخطر بتاعه، ولكن وبنلاقيها ان هي بتكمل وبتقول له لكن احنا اتفرقنا واتشتتنا بخدعه كويسه جدا، بس لحد دلوقتي الموضوع ما انتهاش يا جنرال، احنا لسه بنعمل خطط لحد دلوقتي لتخطي المجال بتاع الطاقه اللي كانج عامله،
وكلامها هنا على مجال الطاقة اللي كانج عمله في خلال الفيديو اللي فات، واحنا كان زماننا ان احنا شغالين عليه لولا ان انت كنت عايزنا. وهو بيرد عليها انا مكانش قصدي ان انا اعترض شغلكم يا مدام واسب، لكن برضو احنا عملنا خطط احتياطية وده مهم جدا ويا ريت مفيش اي حد فيكم يعرفه لكل الناس، ولكن اللي انتوا لازم تعرفوه هو ان انتوا تاخدوا بالكم من الخطوة اللي جاية. وستيف بيرد عليه هو انتم صنعتم السنتينيلز؟ وجانيت بعدها بتستغرب، ولكن الجنرال بيقول مدام واسب احنا هنا مش بنهزر، احنا افتكرنا ان انتوا تقدروا تخترقوا المجال بتاع طاقة كانج، ولكن دلوقتي احنا عندنا اكتر من 200 واحد تحت البناء دلوقتي وزودنا شعاع البلازما فيهم، وكمان برضو احنا زودنا السرعة. وستيف بيرد عليه جنرال مع كل الاحترام بس دي فكرة غبية، اول مرة الاليين دول اشتغلوا انقلبوا على المصنعين ليهم، وتاني مرة نفس الموضوع حصل، ومؤخرا هم دمروا منهاتن. دول مسؤولية خطيرة جدا، اما تنجح او اما تفشل، والصراحة الفكرة دي هي مش مقبولة. وبيرد عليه جنرال انا مش متعاطف يا كابتن امريكا، احنا فاهمين ان هو في مخاطرة لكن المرة دي في صالحنا، بس برضو ما زال قدامكم في فرصة. اول تشغيل للاليين دول مش هيتم غير بعد 96 ساعة، لو الافنجرز هيقدروا ان هم يتعاملوا مع كانج قبل الوقت ده فمش هيكون في اي مشكلة ومش هنشغلهم. وستيف يستغرب من المدة الصغيرة اللي قدامهم دي للتعامل مع كانج، وساعتها بيقول له لو هي دي كل الفرص اللي تقدر تساعدنا بيها فاحنا هناخدها وانا موافق، واحنا هنحاول نشوف طريقة نهزم بيها كانج. ومرة واحدة الارض كلها بتتهز حواليهم، ولكن الجنرال بيقول ان هي المفروض دي قاعدة عسكرية مش بتتأثر بالزلازل. وبعد كده بنشوف الناس بتجري في الشوارع من الزلزال اللي بيحصل، وبعد كده بنعرف ان الزلزال ده ما كانش موجود في البنتاجون بس، ولكن كمان في واشنطن وفي اماكن كتير جدا حوالين العالم. وبنشوف الارض بتتفتح وبتخرج منها مباني طويلة او حيطان طويلة، وكمان برضه بتطلع في المنطقة اللي ثور كان واقف فيها. وبعد شوية بنسمع هدوء وبعد كده بنروح تاني للبنتاجون، وبنشوف هناك انه في حد بيقول للجنرال الحق شوف المباني دي بسرعة، مهما كانت هي ايه دي بالظبط بس هي منتشرة في كل مكان، وهي منتشرة في الاماكن على شكل دائري، احنا مش عارفين هم نجوم منين ومفيش اي تحذير جنة. وبعد كده بنلاقي مجموعة تانية بتقول في مكالمات جاية من كل مكان للجنرال، وفي مكالمات كتير جدا من شمال امريكا، من بوسطن، شيكاغو، سان فرانسيسكو، لوس انجلوس، تورونتو، من كل مكان، والمكالمات قاعدة بتزيد كل شوية وفي تقارير بتوصل كل دقيقة. وجانيت بتقول هو ده ممكن يكون كانج، ولكن في حد بيكلمهم من السماعات اللي موجودة في البنتاجون، وبعد كده بيجي يقول لهم لا للاسف يا حبيبتي العكس تماما، اعذرونا عن الدخول الغير التقليدي، ولكن انا حبيت اريحكم باسرع طريقة ممكنة، انا اللي مكون مدن في شمال امريكا وانا اللي اقدر اصد الشخص الغازي من كوكبنا الجميل. ولما بيسالوه هو انت مين هو بيرد بيقول لهم معلش نسيت تاني، انتم فشلتم في حماية العالم الجميل بتاعكم، وعشان كده حبيت ان انا اتدخل بقوتي، انا بكل تاكيد ملك العالم ذا ماستر اوف ذا وورلد، وده هو اسمه ذا ماستر اوف ذا وورلد، وهو على حسب الكوميكس اسمه الحقيقي ايشو، وانا اللي هعيش عليه سواء هم عارفين ان انا موجود او لا، بس كل اللي عايشين على الكوكب ده يخصوني، كلهم تحت حمايتي من دلوقتي وللابد. وبنروح لمكان قريب من فرنسا وبنلاقي ان الجيوش بتاعت كانج وصلت للهجوم هناك على فرنسا عشان يحتلوها زي ما كانج قال، ولكن بنلاقي في فريق من الافنجرز هناك موجود بجانب الفريق الفرنسي، وبنعرف ان هم معاهم الجيش البريطاني برضه، وبنلاقيهم بنوا زي حصن بسرعه عشان يقدروا ان هم يتصدوا للجيش اللي جاي، وبيبقوا كلهم مستعدين لحد لما جندي فرنسي بيقول لهم اهجموا، ثم بيبدا فريق الافنجرز بالدخول ومواجهه فريق كانج، وبالفعل هم بيدمروهم، ولكن وقتها جيش كانج بيبقى اكتر منهم. بنرجع تاني لبوسطن وبنشوف المدينه هناك متحوطه بشكل دائري، وبنشوف كارول مع بلاك نايت بيحاولوا يكتشفوا الشيء ده شغال ازاي، وكارول بتساله هل انت اكتشفت اي حاجه، وهو بيرد اكيد، بس اللي انا فهمته ان هو عاوز لوحه للدخول عشان يخليها مفتوحه، وانا ما زلت لحد دلوقتي بكتشف ايه الشيء ده. ولكن بنسمع طيار بيقول لهم طار الحرب انا هنا، وهي جايه له، لكن بنشوف انه في شيء بيقرب منه تقريبا هو صاروخ، وهو بيتفاداه وكارول بتقول له كويس، ولكن بعدها بنشوف ان الطياره بتاعته بتنفجر، وده بسبب الدرع اللي هو موجود حواليه، وكارول مش بتبقى مصدقه ايه اللي حصل دوت. وبنشوف بعد كده كارول بتكلم جانيت اللي هي موجوده في قصر الافنجرز، وبتحكي لها كل اللي حصل، وبتقول لها بس مهما كان ايه هو ومهما كان هو ناوي على ايه خطته مدهشه، ده هيفجر فقاعه كانج اللي هيعملها ولا كانها فقاعه صابون. وجانيت بعدها بتسال وندر مان على اللي بيحصل، وهو بيقول لها مفيش اي جديد يا جانيت، انا من هنا من الصبح بحاول افجر الاسوار المحيط بلوس انجلوس زي ما انت ما طلبتي، لكن كل ما تنفصل عن بعضها بلاقيها ان هي بتتعالج تاني وبتكبر تاني، وكأن الاساور المحيطه بالمدينه دي هي عضويه ولكن مش ماديه، انا مش قادر حتى اجيب عينه عشان نقدر نحللها. وجانيت بترد انا الصراحه مش عاجبني اللي قاعد بيحصل دوت، وحتى لو كانج مش كفايه على حسب كلام بلاك نايت وملفات المحاربين الالفا بتوعنا كده، الشخص الجديد ده اللي هو لسه ظاهر بيستخدم تكنولوجيا فضائيه، لكن برضه هو عايز يعمل ايه؟ هم ليه كلهم قاعدين بيستغلوا قصه ان هم جايين للحمايه؟ ليه في مدن كتير؟ وجارفيس بيدخل وبيقول لها ممكن كل ده مدام واز بيكون حظ، واضح ان هي الجدران والاساور اللي عملها للشخص اللي اسمه ذا ماستر هي فعلا زي ما بيقول كده بتحمل قاره، وبالتالي هو ممكن يحميها من كانج. وهي بترد عليه لو هو ده كان كل شيء انا كنت هكون مطمن
مطمنه، ولكن في مشاكل تانية ومصايب تانية اكتر. احنا طول اليوم جات لنا تقارير كتير جدا وبنروح لبوسطن تاني. وجانيت بتكمل وبتقول نفس المشهد بيتكرر وبيعيد نفسه، ولكن في اماكن كتير جدا في القاره، والبلديات والمكاتب مهما كان اللي بيحصل الصبح كل ده كان قاعد بيتكرر وبيعارض شيء اشبه بالتكنولوجيا اللي لسه معمول منها نفس الاساور دي، واللي احنا برضو مش قادرين نفهمها. وبنعرف انه في وحش خرج من تله او الشيء اللي هو كان موجود بره المدينه، وبيمسك العمده وبيلبسه قناع تنفس معاه وبيقول له انا جاي هنا بامر من الماستر. وجنود العمده لما بيحاولوا يضربوا الوحش ده هو بيضربهم، وبعد كده في النهايه بيسحبوا معاه على تحت الارض. وبنشوف ستينج راي بيكون موجود معاهم هناك وبيكون شاف اللي حصل، وبيحاول وقتها ان هو يتصل بجانيت، وبعد كده بينط ورا الوحش دوت وبيقول لها انا بطارد المخلوق الغريب، وهو دلوقتي ظهر من شويه وباين عليه ان هو من البر مائيات، وتقريبا كده هو مبعوث من الماستر. الكائن ظهر هنا في بوسطن وهو دخل مجال مائي اشبه بنفق. انا الصراحه مش مصدق، بس هو بيجري بسرعه الصاروخ والميه بتسرعه بشكل مجنون، والحساسات اللي موجوده عندي في البدله مش قادر ان هي تحسب السرعه، ولكن انا حاسس ان الموضوع ليه علاقه بنيمور. وبعدها بنشوف ان هو بيحاول يدخل جوه الميه وبيتابع المكان اللي هم راحوا فيه. وبعد نص ساعه في بوسطن بنشوف ان هي كارول موجوده وفي طياره بتجيلها، وبنعرف ان هي جانيت هي اللي بعتتها ليها. ولما بتدخل جوه بتشوف هانك بيم وكويك سيلفر وسيلفر كلو، وكارول بتقول مفيش اي حد فيكم عارف الموضوع عن ايه. وهانك بيم بيرد عليها وبيقول لها اقعدي انت بس في كرسيكي. والقائده جانيت اللي رعبانه قاعده بتتكلم هناك في الشاشه، وجانيت بتقول لهم معلش ان انا جمعتكم بالطريقه الغريبه دي، ولكن انا عملت مؤتمر مع اعضاء الامن والكلام واضح، انتم دلوقتي في مهمه تجسس لانكم انتم اعضاء الفريق الاكثر خبره. وكارول انت القائده. بلاك نايت بيتبع مكان الاشاره اللي موجوده في الجدران الدائريه موجوده في الشمال، ومكان الاشاره بتاع ستينج راي بيتجه برضه للمكان دوت، وانا عاوزاكم تروحوا معاه وترتبطوا بيه، وبعدها تتسللوا لقاعده الماستر، ويا اما تقنعوه ان هو يخلي اسلحته شغاله لينا وبتخدمنا، واما انتوا تاخدوها وتتحكموا فيها. في كل الاحوال احنا عاوزين نستخدمها ضد كانج. وكارول بترد عليها تمام فهمتك هاخد بالي من الموضوع ده كله. وجانيت بترد انا عارفه يا كارول. وبعد كده بتكلم كابتن امريكا وبتقول له ايه الوضع مع فريقك دلوقتي، وبيرد عليها احنا دلوقتي جاهزين. وبعد كده بنروح لواشنطن تحديدا في القاعده الجويه. بنشوف هناك ستيف ان هو واقف مع توني ستارك ومعاهم جاك وسكارلت ويتش. وبعد كده ستيف بيقول سكارلت ويتش وجاك اوف هارتس وانا هنجهز للهجوم على قاعده كانج، وتوني دلوقتي شغال على السفينه. وبنشوف ان توني بيكمل وبيقول السفينه هتبقى جاهزه يا جانيت، لكن احنا بنخترق حقل الطاقه بتاع كانج. انا مش عارف ازاي هنعملها، لكن انا لسه بتمنى ان هو يبقى عندنا معلومات اكتر قريب. وفي نفس الوقت بنلاقي ان يا فوتون او مونيكا رامبو بتقرب من الحقل الطاقه بتاع سفينه كانج، وبعد كده هي بترجع من المهمه بتاعتها. ونشوف جانيت بتقول لهم ما تقلقش يا توني هتلاقي معلومات اكتر. كابتن امريكا انا مش محتاج اعرفك المهمه دي هي مهمه قد ايه بالنسبه لنا، ولو ما قدرناش ان احنا نهزم كانج. ولكن هو بيرد عليها وبيقول لها عارف الحكومه هتخرج الاليين اللي هم صنعوهم للمره الثالثه عشان يخربوا الدنيا كلها، وهيبقى ساعتها لازم ان احنا نتعامل مع كانج ومع الاليين برضه. يمكن احنا خايفين شويه بس احنا مش هنعتمد عليهم. وبننتقل بعد كده لكوليفيل واللي هي موجوده في تكساس، للمنظمه الروحيه اللي اشتبكوا معاهم فريق الافنجرز قبل كده. وملخص الموضوع ده ان هو هناك كان موجود فيه جماعه دينيه هدفها المساعده الذاتيه، ولكن اتكونت عداوه بين فريق الافنجرز وبينهم، وده كان بسبب شك فريق الافنجرز فيهم ان هم نخبوا عندهم شرير خارق. وبعد كده بنشوف جوناثان تيريموند وهو ده المؤسس لمنظمه التفاهم الثلاثي اللي كارلو كانت قاعده بتتكلم معاهم من شويه عليها. وبنشوفه بيقول لفيجن واحنا هنا بره المدرج بتاعنا اللي احنا شغالين فيه وبنقوم بالوظائف العامه بتاعتنا، وقد ايه هو شيء كويس لينا ان احنا نشوف فريق الافنجرز بيساعدنا وبيحاولوا معانا يوسعوا فكره التنوير، واتمنى ان انت لقيتها هنا يا فيجن. وفيجن بيرد عليه صح بالفعل انا عندي مشاكل كتير للتاخير سواء في عقلي او في قلبي، وترياسنون كان كريم جدا معايا عشان يساعدني ويرتب لي ميعاد اقدر اقابلك فيه هنا. وجوناثان بيرد عليه بيقول له اكيد. وبعد كده جوناثان بيكلم الحارس بتاعه عشان يعملوا جوله لفيجن في المكان، وبعدها يفهموا المشاكل اللي فيجن واجهها وكمان برضه عشان يحكي عنها. ولكن في واحد من الحراس بيجي بسرعه لجوناثان وبيقول له في خطر كبير جدا جاي، خطر ثلاثي. الحساسات اكتشفت ان هو جاي من النظام الشمسي وكمان برضه هيوصل للارض في خلال الايام دي. وفي نفس الوقت بنلاقي ان جانيت قدامها خريطه وموجود فيها امريكا وهي متحاطه بنقط كتير جدا، والستينج بيكلمها وبيوريها المكان على الشاشه وبيقول انا حددت مكانه، هو موجود في كندا عند بحيره اسمها بحيره تيهاك. وجانيت بترد عليه تمام روح يا ستينج، وهو بيقول انا دخلت المقر وركبت الكاميرا فوق كتفي واتمنى ان انت تكوني شايفه اللي انا شايفه، لان من ساعه ما دخلت هنا لقيت القاعده دي متصله عصبيا مع الماستر. وجانيت بتقول له كويس بلاش بس ان انت تقرب منه لحد ما الفريق ما يجي، انا بعت لك الفريق وهو جاي في الطريق، انت بس كل اللي عليك تعمله ان انت تكتشف المكان اللي موجود عندك. وبعد شويه بنلاقي الماستر ان هو حابس شويه ناس موجوده عنده وبيقول لهم مساء الخير، طبعا عشان نصد كانج انا ليا شويه تعليمات ليكم. في بينكم دلوقتي الرئيس او الرؤساء التنفيذيين للحكومات المحليه
الجديده اللي هي موجوده بالفعل خلال القاره، وانا اتحايلت عليكم ان انا اعرفكم انه في خطر جاي، واتحايلت عليكم ان انتوا تتصدوا لكانج، لكن دلوقتي عرفت ان انتوا كل اللي قاعدين بتعملوه شيء ملوش اي لازمه، ومضمون الكلام اللي هو عايز يوصله ليهم ان هو اتحايل عليهم ان هم يتدخلوا عشان يمنعوا كانج، ولكن رؤساء الحكومه ولا اهتموا بيه. لكن انا بعمل اللي عليا اللي انا لازم اعمله، وبحافظ على بعض المجتمع والتنظيمات برضه عشان المجتمع يفضل شغال ومستمر بسهوله، والكلام ده انا قصدي بيه انتم. وبعد كده بنشوف مجموعه تاني من المسؤولين، واحد منهم بيقول تعليمات. هو انت فاكر نفسك مين؟ انت فاكر نفسك ان انت هتهرب باللي عملته، سواء اللي انت عملته في المدينه او اللي انت عملته فينا؟ وبيرد انا مين؟ بسيطه جدا، انا استاذك. الكلام كله مفهوم، انتم ما عندكوش الوعي عشان تفضلوا موجودين في ادواركم، وانا شايف ان انا لازم اتدخل بنفسي، مع اني بفضل ان انا احتفظ بالحياه الشخصيه شويه، ولكن دلوقتي لازم ان انا اتدخل. ولازم برضو تعرفوا انتوا بتاخدوا اوامركم من مين. من 4000 سنه انا كنت بشري جاهل زيكم، كنت بجري ورا غريزتي الاساسيه، الحاجات اللي احنا عاوزينها ومحتاجينها، واتطردت من قبيلتي ورحت للشمال الاقصى لاقصى الشمال كمان، ولقيت هناك انه في شيء ناداني ما قدرتش افهم ايه هو او حتى كمان اقاومه، ولكن حتى في النهايه وصلت للمصدر اللي بيكلمني وقربت منه بحذر، والسفينه المحطمه سحبتني. ثم تابع ده عذاب متتابع جدا، ان الاله حللتني ودرستني وشرحتني، وكل ده في الاخر خلاني الراجل اللي انا موجود عليه دلوقتي. وعقلي اتوصل بالسفينه وبالانظمه كلها بتاعتها، واستوليت عليها واتحكمت بيها ليا، وصممت لي جسم جديد، ودلوقتي الخوذه دي خلتني اتحكم في السفينه كلها واخليها اوسع واعقد، مش مجرد بس ان انا اخليها قاعده ليا. ومن خلال القاعده هنا انا على علم بكل المترشحين في العالم والمسؤولين، وانا هنا بتحكم في الخفاء. انا ضيعت شويه وقت ليا مع البشر الخارقين في المعارك، ولكن حبيت انسحب عن الموضوع شويه عشان اقدر احكم العالم زي ما تمنيت، سواء الناس كانت عارفه بوجودي او لا. ولحد النهايه انا بزعزع الاستقرار في المجتمعات البشريه، كل ما اشوف انه في ناس غلط بتمسك مناصب كبيره وبتترشح. وكمان برضه انا بنشر الامراض، لان البشريه دي لازم تنتهي. عدد البشر الموجود دلوقتي هو لازم يخف حوالين العالم كله، عشان بعدها نقدر ان احنا نحقق الراحه. والصراحه كانج اللي قاعد بيعمله هو برضه عايز يحقق نفس الفكره اللي انا عايز احققها، وعشان كده انا هاخد خطوه لورا شويه، وهيبقى برضه ليا دور فعال. وبالفعل انا خدت حريتي في الدفاع عن الكوكب ده، او حتى على الاقل جزء منه. خلوا كانج ان هو يهجم في اي مكان هو عايزه بكل الجيش بتاعه كمان، مش هيقدر ياخد اي خطوه في قاره امريكا الشماليه. لكن عشان الباقيين انا هخلي الحرب ما زالت شغاله، وهقودهم للقتل الكتير والصراعات، واسمح بموتهم وقتل ملايين بل مليارات كمان من البشر، وهتكون تطهير زي ما كان العصر الجليدي اللي هو نفس العصر اللي انا اتولدت فيه. ثم بعدها بس هحاول هدفي كله على كانج وهخلص منه تماما، والنتيجه هتبقى عالم افضل مليان بالخراب ويحتاج قرون جدا عشان يتعالج. ولكن ايه المشكله؟ انا خالد، وكل المسؤولين المحبوسين بيقولوا له انت مجنون، وبيرد عليهم وبيقول لهم صريخ الناس الاغبياء الجبانه. بصوا، هو انتوا لازم تكونوا عارفين ان انتوا هتكونوا ملائمين جدا مع تحكم التكنولوجيا، وهترجعوا مكاتبكم مع التعليمات الجديده بتاعتي، وعن طريقها هتقدروا ان انتوا تتحكموا وتجندوا الناس وتبداوا النظام العالمي الجديد بتاعي. وبدل ما نستنى كتير انت هتشتغل من دلوقتي، والعمليه هتكون مؤلمه. وفي نفس الوقت بنروح لقاعده كانج وبنشوف هناك فيها ماركوس، وبيبقى ساعتها هو قاعد وبيشوف كل السيناريوهات اللي هي بتحصل قدامه، كل الاحتمالات اللي كانج شافها ان هي شغاله قدامه وبتحصل كمان هي من غير اي تغيير. الخطه ماشيه زي ما هي كويس، والقوات بتهاجم ومفيش اي شيء مفاجئ. ثم مره واحده ماركوس بيغير كل الشاشات على صوره كارول، ولكن لما بيسمع صوت ابوه ان هو جاي بيدوس على الزرار، والمفروض ساعتها ان هي الشاشه تكون مقفوله. وبعدين بيظهر كانج وهو بيلبس الخوذه بتاعته وبيقول له صباح الخير، انا شفت شرايط التدريبات الصبح، عاش شغل حلو قوي. وماركوس بيرد عليه ابي انت الحجره دي قضيت فيها وقت حلو، لكن انا عمري ما دخلتها، هي الحجره دي فيها ايه بالظبط؟ وبيرد عليه كانج ولا حاجه مهمه، ما تشغلش نفسك، المهم دلوقتي ايه اخبار الهجوم؟ وبيرد عليه ماركوس الحرب شغاله زي ما توقعتها كلها، ادائهم ممتاز جدا وبيخدموا زي القاده، بس انا عن نفسي عايز اكتر من كده، عايز اكون معاهم. وكانج بيرد عليه كل شيء له وقته يا ماركوس، ولكن احنا مش عايزين نضيع فرصتنا، احنا لازم حضورنا يكون ليه تاثير عظيم في خلال لحظات محدده ومهمه. وغير كده طبعا انا عارف انت ليه عايز تكون مع الجيوش، ولا انت ايه رايك؟ وبعد ما بيخلص كلامه بيفتح الشاشات كلها على الصوره بتاعت كارول دينفرز، وبعد كده بيقول له ما تضيعش وقتك في التفكير عن الستات دلوقتي يا ماركوس، وقت اختيار الستات بعد النصر بتاعنا، فاهم؟ اما دلوقتي ركز على المعركه، خليك راجل وشجاع، وما تخافش برضه، خليك زي ابوك، ومفيش اي شيء بعد كده في الكون هيمنعك. وماركوس بيقول له تمام. وفي نفس الوقت بنروح لكندا تاني، وبنلاقي هناك كارول مع كويك سيلفر ومعاهم هانك بيم وسيلفر كلو، ورايحين لستينج راي في خلال المكان اللي هو المفروض موجود فيه. وهم داخلين بيلاقوا ان هو الباب مفتوح والممر قدامهم، وغير كده هو الموضوع مريب شويه، ازاي ان هو الباب مفتوح والممر قدامهم على طول، ازاي الموضوع بالسهوله دي؟ ولما بيدخلوا بعد شويه بيتصدموا من اللي هم بيشوفوه، واللي بيحصل انهم بيشوفوا شاشات عليها صوره الماستر، وهو بيبقى شايفهم وقاعد بيضحك في خلال الشاشات دي، وبيقول لهم هو انتوا فاكرين ان انتوا تستخبوا مني افنجرز في القاعده بتاعتي؟ انا حاسس بيكم من وقت وصولكم
لكم هنا وفتحت لكم الباب بنفسي، وغير كده برضه انا جهزت لكم مفاجاه ترحيبيه. وبعد كده بنشوف الوحوش بتاعته وهي بتهجم عليهم، وبنشوف كارول ان هي مش بتبقى قادره ان هي تضرب الوحوش دي، وبتعرف كويك سيلفر ان هم حتى وسط الجو البارد هم بيقدروا ان هم يتحركوا بسرعه. ثم بتضرب طاقه وبعد كده بتقول لهم انا عاوزه حد يكون بره، مش عاوزاهم ان هم يحيطونا. وبعدين بالله سيلفر كلهم ان هي بتتحول وبتضرب الوحوش، وكويك سيلفر بيخليها ان هي ترجع تاني للهيئه البشريه عشان يقدر ان هو يسحبها ويخرجها، وبالفعل بيقدر ان هو ياخدها ويخرجها بره. وهانك بين بنشوف ان هو بيضرب الوحوش وهو برضه قاعد بيهزر. وبعد كده بيكلم كارول وبيقول لها خلي بالك دول مش بيتاثروا بالضربات بتاعتنا، وهي بتقول له ولا بخدش واحد، ادخلوا كلكم كملوا طريقكم وانا دافع عنكم وهوقفهم. وهانك بيقول لها تمام ماشي احنا هنمشي، خلي بالك بدل ما حد ما ياكلك لان ده هيخلي جنة ان هي ترغي معانا كتير. وبعد كده هما بيجروا وهي بتبقى واقفه قدام الوحوش، ثم بتضرب السقف وبتوقعه عليهم. لكن بنشوف الماستر وراها بيضحك وبيقول انت لازم تنزلي حاجه تقيله اكتر من طن عشان تقدري تخلصي عليهم، انت بتعرفي تتصرفي يا طائر الحرب، قدرت ان انت تحبطي ذئابي، لكن للاسف القاعده بتاعتي هي واسعه ومعقده وليها فروع كتير جدا تحت نص الكره الارضيه، فمن ناحيه ان انت تلاقي اصحابك تاني مش هتلاقيهم. بس برضه في نفس الوقت هو انت فاكره ان المنطقه اللي انت موجوده فيها دي ما اقدرش ان انا اضحي بيها؟ وبعد ما بيقول كده بنلاقي ان هو بيفجر الجزء اللي هم موجودين فيه. وبنرجع بعد كده لواشنطن تاني وبنشوف ان مونيكا رامبو بتقابل توني ستارك وهو بيقول لها هل في اي حاجه انت لقيتيها؟ وهي بترد عليه معلش يا ستارك انا عملت اللي عليا، بس انا ما قدرتش احلل حقل الطاقه اللي موجود هناك، بعيد جدا عن اي شيء انا ممكن اتصوره، حاولت اشتغل على اني امتص جزء منه وده هو اللي انا نجحت ان انا اجيبه، ولو قدرت ان انا احولها. ولكن توني ستارك بيقاطعها وبيقول عظيم جدا انا هشتغل على الجزء دوت. وكابتن امريكا بيقول احنا ما ينفعش نستنى يا توني، الوقت بيعدي بسرعه، كله على السفينه وانتم لازم تعرفونا النتائج وكذلك برضو اي حاجه توصلوا ليها. وتوني بيقول له انت عارف ان كنت عايز اجي معاكم يا كابتن امريكا، ولكن ستيف بيقول له انا عارف يا توني لكن احنا دلوقتي عاوزين دماغ توني ستارك اكتر من القوه بتاعت ايرون مان. وفي خلال الكلام ده بنلاقي ان الصوره بتاعت كانج بتظهر قدامهم وبيقول لهم ملاحظه سريعه بس الغلاف الخارجي للسفينه بتاعتي في حد عبث فيه والاشارات وصلتني لحد هنا المكان ده، خليكم حذرين زي ما قلت لكم قبل كده، اي هجوم على قاعدتي او عليا نفسي هيبقى يعتبر تعدي على ارض المعركه والرد هيكون سريع جدا ومؤلم مني. ثم الرساله بتاعته بتختفي من قدامهم. وبعد شويه بنشوف كابتن امريكا بياخد السفينه مع جاك وواندا وفوتون، وبنشوف ان جاك بيقول له هو ايه اللي هو قاله لك، الشخص ده مش بيخدعنا. وبيرد عليه كابتن امريكا انا عارف يا جاك لكن العالم كله معتمد علينا واحنا ملناش اي حل غير المواجهه واننا برضه نفوز، مفيش اي حلول تانية. وبنرجع تاني لكارول بعد ما المدخل اللي هي كانت موجوده فيه وقع عليها وبنلاقيها حواليها الوحوش وهي نايمه، وبنشوفها ان هو في وحش بيقرب منها ولكن هي بتاخد بالها وبعد كده بتشحن قوتها ثم بتضربهم. وبعد كده هي بتقوم وبتقعد على جنب وبتسال نفسها هي بقالها قد ايه وهي نايمه. وبنعرف بعد كده ان هي القوه اللي هي بتخرجها من ايديها ورجليها خلتها ان هي تكون وسط التلج تبقى دافيه وما تحسش بالبرد. ثم بنشوفها ان هي بتهرب وبتسيب الوحوش وراها وهم بيحاولوا ان هم يجروا وراها، ثم بتدخل جوه مجموعه جبال صغيره وهم برضه بيحاولوا ان هم يروحوا وراها، ولكن في حد بيظهر وبيفاجئها ويكون اللي بيظهر ده هو ماركوس وبيقول لها هل انت كويسه؟ ولما بتشوفه عقلها بيصرخ تاني وبتجهز قوتها عشان تضربه ولكن هو بيتفاداها، وهي بتقول له انا عارفه انت مين ولكن انت مش هتلاقيني كده بسهوله المره دي، انا عارفه انت ايه بالظبط، ومش بتديه فرصه ان هو يدافع عن نفسه. ثم بتبدا تضربه في صدره وبعد كده هو بيصرخ وبيقول لها كفايه، وبعد كده بيبعدها عنه بيقول لها انا خلاص عرفت ان انت قويه وانت مدمرتيش البدله بتاعتي ولكن كمان انت بوظت كل ادوات التواصل بتاعتي، الموضوع هياخد شويه وقت لحد ما البدله تصلح نفسها ذاتيا. وهي بتقول له هو انت قلت ان انت مش جاي هنا عشان تضربني، امال انت ايه اللي جابك هنا وفي حاله ان انت ناسي ان احنا اعداء؟ ولكن هو بيقاطعها وبيرد عليها انا عارف لكن ما عنديش حل قدام قوتك وجمالك برضه والنار اللي جواكي، انا مسحور فيكي بشكل يائس من ساعه ما شفتك عند مقر الامم المتحده، انا كنت قاعد براقبك من قاعه الديموكلس، شفتك في كل معركه انت كنت موجوده فيها وكل ما كنت بشوفك بحس بيأس وضيق وانا ببساطه مش عاوزك تموتي، انا جيت هنا بس عشان اعرض مساعدتي. وهي بترد عليه تساعدني ازاي؟ وماركوس بيرد بخلال القوه اللي معايا واللي انا هديها لك، طالما انت بتعرفي تمتص الطاقه فانا عايزك ان انت تمتص الطاقه دي من الرمح بتاعي عشان تعوضي كل الطاقه اللي ضاعت منك لما كنت بتحارب الوحوش. وهي بتقول له طاقه من الشيء ده ماشي اوعى بس تعمل حركه مفاجاه، وبتلمس الرمح وبتقول له انت شكلك بتحاول ان انت تخدعني، ده تقريبا كده هو سلاح ليه غرض ان هو يتحكم في العقل ولا ايه بالظبط، ولا انت عايز تضربني تاني زي ما عملتها قبل كده؟ وهو بيقول لها انا مش فاهم قصدك، وهي بتكمل وبتقول له اكيد يا ماركوس. وهو بيرد عليها بصي هو انا مش فاهم حاجه وانا مش بغصبك، انا مش عاوزك تعملي شيء انت مش عايزاه، ولو مش عايز ان انا اساعدك ما كنتش هديك الطاقه بتاعتي عشان تمتصيها. وبعد شويه بنشوفهم ان هم قاعدين في الكهف او وسط الجبال اللي هناك وهو بيقول لها انا باكد لك ان هي الحقيقه مش اللي انت فاهماها، انا قريت الملف بتاعك عند والدي وانا فاهم ان انت عارفاني ان انا شخص تاني اسمه ماركوس لكن في الحقيقه ده مش اسمي، ماركوس بس مش ماركوس اللي انت تعرفيه، انا عندي شرف اكتسبته من والدي، انا ابني كانج بس مش كانج اللي هو ايمورتوس، انا اتولدت في مكان مختلف وزمن مختلف ومن ام كمان مختلفه مع شويه اختلافات في الماضي وفي التربيه، ابويا وايمورتوس الاتنين زوج زمني، الموضوع صعب جدا ان انت تصدقيه ان هي الجينات ممكن تنتج ابناء بنفس الشبه وان هو برضه ممكن يكون في شيء موجود في الماضي خلى الاتنين الابناء دول يكونوا باسم ماركوس، انت
تاخدي بالك كويس وحذرة، وانا باكد الشيء ده، لكن انا غير الباقي، انا غير اي شخص تاني اسمه ماركوس. انا بالنسبه لي عارف قيمه الشرف، وابويا كانج هو اللي علمه ليا. وكارول بتبقى قاعده بتفكر في الكلام اللي قاعد بيقوله، وبتقول له انا مش متاكده ان هو كانج محارب نبيل زي ما انت ما بتقول، لكن برضه حسيت ان هو كلامك كويس شويه، ولكن ما ينفعش اخد المخاطره واصدقه كله. وماركوس بيرد عليها انا انبهرت تاني للمره التانيه، بصي احنا دلوقتي قريبين جدا من الموت، واحنا موجودين في بيئه عدائيه، وانت بتفضلي الموت عن ان انت تخسري حريتك. انا عارف ان انا مش بمثل اي تهديد بالنسبه لك، لكن انت تعتبري تهديد بالنسبه لي، وعشان كده انا هقبل اللي انت بتسعي ليه، ولكن على الاقل خليني اساعدك، على الاقل ان انت توصلي لهدفك. وبنشوف ان هم عند جزء من القاعده بتاعه الماستر، وبيساعدها عشان يقدر ان هو يوفر الطاقه بتاعتها، وبيقول لها انا حاسس تحتينا ان هو في فضاء اجوف، ان هو موجود كده من ناحيه السطح. وبعد كده بيفجر المكان وبيفتح فتحه عشان ينزلوا منها. وكارول بتقول له هو مش وحش، بس ممكن ان هو ما يكونش بيدور علينا، عشان كده مش هيعرف ان احنا موجودين هنا، لكن هناك في ربط للقوه انا ممكن استخدمه. وبينزلوا حواليهم بتبقى موجوده فيه كائنات كتير جدا، وماركوس بيقول لها ده شبه معمل للهندسه الجينيه او حاجه اشبه بكده. الكائنات دي كائنات بحريه اسمها ذئاب البحر، ولكن باين ان هم مختلفين، تقريبا هم جايين من بحار مختلفه. وبترد عليه كارول انا فعلا ممكن اراهنك، ولكن بيانات المحاربين الفا قالت ان هو محتاج يخلق مخلوقات زي كده، لكن ما ذكرتش موضوع الجينات دوت، ما ذكرش فيها ان هو عاوزها. انا مستغربه ازاي اتحكم في كل ده. تعال ناخد لفه هنا نشوف ايه اللي موجود. ولكن بنسمع انه في حد بيقول لهم اثبتوا مكانكم، وكارول بتستغرب، وبعد كده بتقول له احنا ما خدناش بالنا، وبتظهر كائنات تبع الماستر وبيقولوا لهم استسلموا او هيموتكم الماستر، والباب اللي وراها بيقفل وبيمنعهم من الهروب. وماركوس بيقول لها بسرعه يا كارول امتصي الطاقه لنفسك، دلوقتي فرصتك الوحيده للنجاه ضدهم، بسرعه انجزي نفسك. وهي بتقول له ما اقدرش، لكن بيقول لها امتصيها. وبيضربهم الجنود، ولكن سكارلت بتفادى الضرب وبيضربهم برضه، ولكن هو بيقول لها لو مش تحمي نفسك انا هحميكي. وبنشوف ان هو بيقرب منهم وبيضربهم وبيحميها في ظهره. ولكن كمان كارول بتقرر ان هي تقوم وتضربهم، وده لانها شافت ان هو سكارلت قاعد بيحميهم هما الاثنين، بيحمي نفسه منهم وبيحميها هي كمان منهم، وهي ما طلبتش منه ان هو يضحي بنفسه عشانها. وبعد كده بتسحب سلاح واحد منهم وبتشحن بيه نفسها. وبعد كده بنشوف ان ماركوس اتصاب، وكارول بتساله هو انت كويس، وهو بيقول ما تقلقش عليا انا كده كده هشفى تاني، لكن الصراحه بدون الطاقه انت خرافيه. ولكن في كائن بيفاجئهم وهو بيضربهم، والضربه بتعدي وراهم وبتصيب الانبوبه اللي موجوده وراهم، وهي بتسحبهم كلهم جواها. ولكن سكارلت بيحاول وهو متصاب ان هو ما يدخلش جوه الانبوبه، وبيعلق ساعتها على العصايه بالعرض. وبعد كده بيقول لكارول ان هي تتماسك، وهي موجوده فوقه، وهي ساعتها بتكلم نفسها وبتقول ان هو متصاب وما قدرش ان هو يمسك نفسه، ومش قادر ان هو يمسك نفسه اكتر من كده. وبعدها هي بتنزل من فوق وبتقول له امسك كويس، ثم بتسحبه لفوق من الانبوبه دي، وبيطلع ماركوس. واول ما بيطلع هما بيقفلوا الانبوبه، وكارول بتقول له هناك كان في شيء موجود في الملفات بتاعت الفا، والحاجات دي انا قريت عنها والمفروض ان هي ماتت. وبعد كده ماركوس بيرد انت خدت مخاطره كبيره يا كارول، ضحيتي بحريتك عشان تنقذيني، وانا ما هاجمتكيش وما استخدمتش التكنولوجيا المخيفه عشان اتحكم في عقلك، او حتى كمان تقع في حبي صح؟ وهي بترد عليه انا مش عارفه ازاي مسكت عصايتك اصلا، انا ازاي كنت هعرف؟ وبعدها بنشوف الافنجرز اللي كانوا موجودين معاها بيتصلوا بيها، وهي بتقول له معلش بس في مكالمه جايه لي. وهانك بيتصل بيها وبيقول طار الحرب حلو ان انا شفتك، احنا دلوقتي في امان، على الاقل لحد اللحظه دي احنا قدرنا ان احنا نهرب من الانفجار وجاهزين عشان نهجم عليهم، هل انت معانا؟ وهي بترد بتقول فين انا جايه، وهو بيرد بيقول عظيم جدا انا ابعت لك الاماكن اللي احنا موجودين فيها. وبعدها بنشوفها ان هي بتبص لسكارلت، ثم بتضرب الحيطه وبتسحب الكهرباء منها عشان تزود الطاقه بتاعتها. ثم سكارلت بيقول لها ادوات التواصل عندي اشتغلت تاني واستدعيت وسيله نقل جديده. كارول انا مش فاهم المعنى الحقيقي اللي انت عملتيه، لو انا اكتسبت اهتمامك النهارده او كده عرفيني، هل انت عرفتيني صح ولا لا؟ هل صدقتي كلامي ولا لا؟ واللي انا حاسه ده مش كفايه، انا هسيبك انت مش محتاجه مساعده تاني مني وانا هقبل، ولكن لو في طريقه تانية اقدر اساعدك بيها من غير ما اخون ابي انا هاجي وهساعدك، ولو هتحتاجيني اتصل بيا. وبيسيبها وبعد كده بيمشي للسفينه تاني. وفي نفس الوقت بنشوف فريق من الافنجرز تاني، بيبقى الفريق ده موجود في عمق الفضاء، موجود في محطه لمراقبه الفضاء، واللي في السفينه بيكون كواز ولايتنج. وكواز بيقول هو ده اللي احنا وافقنا عليه عشان نعمله، ولايتنج بيرد عليه وبيقول له الحرب راجعه تاني، وانا هنا براقب بس الشاشات واللي برضه بيحصل من خلالها، انا عاوز ارجع تاني للارض. ومن خلال وسط الكلام بتاعهم بنلاقي ان الشاشه بتاعتهم بتتغير، وبيظهر عليها شيء كبير جدا جواها، شيء على شكل هرمي، وبيبقى رايح على كوكب الارض بسرعه كبيره جدا، والشيء ده اللي هنعرفه في الجزء اللي جاي. وبس كده، لو عجبك الفيديو حط لايك على الفيديو، وانزل تحت اشترك في القناه وفعل زر الاشعارات على الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده اول باول. واشوفكم المره الجايه، وبيس اوت.